السلام عليكم اصدقائي حبايبي. طبعا هلا نحن لمينا بعضنا وفي طريقنا للمدينه المائيه يلي في كهرمان مرعش. راح نورجيكم اليوم اجمل المناظر واحلى اطلاله. سلام، برجع لكم بالفيديوهات لقدام. خير، وصلنا هلا، وصلتنا لهون، جينا على هذا القسم. يا جماعه تعالوا معنا. هلا شفنا هون بحيره صغيره، هي عاملينها، هذا المنتجع عاملينه جديد. هلا راح نشوف هون، نصور شوي وبعدها ننتقل للمدينه المائيه يلي هي هنيك تحت. تعالوا يلا طبعا هذول اولادي واولاد اخوي، يلا ياكلوا مع بعض. طبعا هون طاري مثل ما انتم شايفين، فرجوا احلى البحيره هاي. هذا منتزه مو مسبح، يردوا علينا. هذا طبعا مولى السباحه، هذا منظر. هذا هون بحطوا فيه 2013 لسه بيفتحوا يحطوا فيه سفن وما سفن وكذا. غميقه هي استاذ احمد الحسين. هون المكان كويس يعني للسباحه. هون ما بتنزل، هون متر بس، هون ما لسباحه هي ما لسباحه، هون مسوينا منظر. هي هون هنيك اشتغلنا فيه انا واخوك ابو سطيف، سحبناها اول شيء ودهناها ظبطناها. اين الكرفانات هدول؟ ايوه هذول بيوت هنيك، هذول استثمار. ايوه استثمار. استاذ محمد ايش تعطينا رايك عن المنطقه الجميله هي الحلوه؟ منطقة جميلة ماشي حالها يعني بالنسبة لكرمان مرعش يعني ومقبولة يعني. ايوه يعني ان شاء الله تكون احسن لقدام. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ انس ايش بتعطينا رايك بهالاطلاله الجميله هي بمرعش، بما انه اول مره بنجي لهون يعني؟ طويل. استاذ علاء ايش تعطينا رايك هيك؟ المنتزه كثير رائع، بس ناقصه شويه شغلات مثل شو؟ يكون في محلات ماركت يعني راح يصير محل واحد يقعد ابدا، بس ناقصه الشغلات، يكون فيها شغلات تطلع تمام. اوكي ان شاء الله راح يصير هذا في الايام. راح احكي انا مع المسؤول والمستشار الكبير مشان نظبط هالامور هي كلها. وهلا تابعوا معنا بهذا الفيديو، خلينا نكمل الفلوج ونروح ننتقل للمدينه المائيه اللي هنيك وراح نصور هنيك اجمل المناظر. يلا هلا وصلنا لهون، هذا المدخل هون بنقطع فيش ما انتم شايفين. هون بنقطع وبنفوت. نقطع من هون وبندخل. هون غرفة التبديل. طبعا هلا بنبدل اغراضنا هون وبنطلع للمسجد. بعد ساعتين طبعا هلا مثل ما انتم شايفين عم نحط كريمات جاهز عشان ما نحتاج طبعا بالشمس، لاني هلا درجه الحراره يمكن 40 او 45 يمكن، فهذول احتياط يعني بتعرف اذا واحد احتاط مش يا عليك. هذا الكريم نيفيا، احسن انواع كريم مشان الحروق، مشان ما تحترق من الشمس ابدا. هلا عمو الكوتش رايح ياخذ غطة. طبعا اول شيء بتعرفوا اذا واحد بدهن كريمات، اول شيء ياخذ له غطه، بعدها بدهن كريمات عشان ما يحترق. طبعا هي المواد كثير ضروريه مشان المحروقات، عشان ما نتشوه بالشمس. سلمون هلا بقى اذا بنسبح شوط بدنا تحت الشمس ما بأثر فينا شيء طاول. طلب منا نلبس هدول المصريات على الراس
المي، يلي بيحسن بجيبها بكون كفو، التحدي بيني وبين عليك. طبعا هنورجيكم صورة عن جد. هي اللي نزل على اسود شبات البقى طاوي. طبعا اول شيء نحط جامد ناشف. دورك على يلا هلا زمان اول اثنين راح انزل انا ولا ايوه بس ما يلاقيها والله جلاء وصاير. انت قلت على وين؟ جابر لا والله راح احاول انا مره ثانيه. انا حزتها هالمره قوموا اطلعوا. راح احاول مره ثانيه. حزتها انا حزتها بعيده لانهم مقربين هن الشباب. هاي اللي شايفينها هاي على طول ايدي صارت بالبعيد خلي يدوروا عليها. انزل انزل مروح ما لا انزل لا احمد هلا رح نبدا اخر مره والله يسلمك. هاي تحت الحديد هاي الحديد على كتير Everything changes.
طبعا بهالطريقه هي بنكون شولنا واحد. طبعا وصلنا لفوق. هي ابو حسين هون عم بستنى وابو سطيف، كل واحد معه هذا مجوز. اللي راح يصير فيه مثل هذا هون هيك بينزل من هنيك. لا تنسونا متابعة واشتراك في القناة وفعل زر الجرس. سكسي كرايم.